حي مغيث كل أواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. ثم أما بعد، في مشهد من المشاهد اللي تمزق القلب، من أشد المشاهد اللي تمزق القلب في أزمة غزة، طفل ممكن عنده 6 سنين جايبينه عينيه سايحة، جلد وشه سايح، صعب جدا انك انت تعرف ملامح مناخيره او بقه وهو بيتكلم وبيقول انا اهلي كلهم ماتوا واخواتي ماتوا ومش عارف ما عدتش بشوف ليه. سيحان جلد الوش بيجي لما بيتضرب الناس بالفسفور الابيض، سلاح ممنوع دوليا، ولكن اسرائيل بتضرب به اطفالنا. معلش يا حبيب قلبي، معلش، انت ما جيتش في زمن عمر ولا المعتصم، انت جيت في زمن الاهلي والزمالك. انت لو كنت حارس مرمى وراك عقد عمل في اوروبا كان اكبر قيادات السياسه في بلدك اتدخلت من اجلك. لو كنت لعيب كوره جالك تهتك في الاربطه في ركبتك كانت الدنيا قامت وما قعدتش. معلش يا حبيب قلبي، انت لو كنت فنان شتم سنه النبي وقال عليها الارهاب كان زمانه الجرائد العلمانيه كلها عملت ميتم عشانك. معلش يا حبيبي، انت جيت في الزمن اللي المسلم فيه ملوش ديه، انت مجرد طفل مسلم. معلش يا حبيب قلبي، انت جيت في امه متخلفه، ابره الخياطه بتستوردها. يا جماعه انا قاعد بكلمكم دلوقتي، الكرسي اللي انا قاعد عليه مستورد، المايك اللي بيطلع لكم صوتي مستورد، الكاميرات اللي بتصورني مستورده، القمر الصناعي اللي بيبث لكم الارسال مستورد، كوبايه القهوه ولا كوبايه الشاي ولا كوبايه الحاجه ولا كوبايه اليانسون اللي بتتحط عود الكبريت بتاعها مستورد اصلا. يا جماعه احنا امه مقوده، احنا نسينا طعم القياده، نسينا ان احنا قائدين، خلاص نسينا قياده العالم. احنا عندنا مصنع يصنع دبابه واحده من دبابات اليهود اللي بيضربونا بيها ليل نهار. معلش يا حبيب قلبي، معلش، النهارده وانا رايح اصلي في المسجد لقيت الناس بتتكلم الاهلي والزمالك والاداره بتاعت الزمالك واللاعب الفلاني لو جه، قلت يا رب ايه ده؟ اطمنوا يا يهود، اطمنوا، حطوا في بطكم بطيخه صيفي، لسه ما جاش وقت الرد، لسه كتير يا امه محمد. اتقوا ربنا. كوره و5000 مذبوح في غزه، كوره ومئات الجثث لسه تحت الانقاض مش عارفين نشيلها ومش عارفين احياء ولا اموات، كوره و5000 ميتم عند جيراننا، كوره يا امه محمد، كوره واخواننا بيتضربوا بالفسفور الابيض بيحرق لهم جثثهم. عار على 80,000 واحد. يوم ما تتسالوا قدام ربنا يعاركم، لما تتسالوا جماهير ولاعيبه واداره ومدربين، لما ربنا يسالكم الساعه 6 يوم 11/1/2009 كنتوا بتعملوا ايه؟ كنا بنلعب يا رب. اخوانكم في غزه كانوا بيتذبحوا وانتوا كنتوا بتلعبوا. عار يوم ما ارض استاد القاهره تشهد قدام ربنا، زي ما كل ارض هتشهد يوم القيامه على اللي اتعمل عليها، وتقول يا رب وغزه بتتضرب كانوا بيلعبوا على ايه يا رب. عار والله العظيم يا جماعه. مخطط اليهود جنون الكره اللي معمول دلوقتي، جنون الكره، الشاب بيجي يتابع ايه ده؟ دم بلادنا غزه. تعالى حبيب قلبي، تعالى شوف اللعبه الخطيره والتمريره الحلوه دي. ياه، تعالى حبيب قلبي، شوف اللعب وشوف البطولات وشوف الكاس. يا والشباب يضيعوا يا جماعه والقضيه تنتهي. معلش يا حبيب قلبي، لسه كتير قوي على ما نقدر نرد. النبي طعن ابو جهل لسميه، رد عليه بعد 14 سنه في بدر. احنا ما نعرفش هنرد امتى، ما نعرفش اللحظه اللي هتيجي نقدر نرد عليك فيها امتى. انا يا جماعه من 10 ايام بدانا السلسله دي وقلت لكم انا عامل زي نمله سمعت ان السماء طاعه على الارض، رفعت رجلها لفوق وقالت اعمل اللي اقدر عليه. قلت اعمل اللي اقدر عليه، اعمل اي حاجه لاخواننا في غزه، اعذر امام الله عشان ما تسالش قدام ربنا عليهم. خلاص يا جماعه، النمله وصلت لنهايه الرحله بتاعتها. النهارده هتبقى اخر حلقه في السلسله بتاعتنا ده. اهي لعلنا نعمل بعد كده حاجات كتير مع بعض ان شاء الله عن غزه، ولكن نهايه السلسله دهيت الليله. النمله وصلت لنهايه الرحله. بقول لكم قبل ما اسيبكم، اوعوا تنسوا فلسطين. الوصيه اللي بوصيها لكم في اخر حلقه في السلسله، اوعوا تنسوا فلسطين. وانت بتسعى على رزقك، وانت بتسعى على شهادتك، وانت بتسعى في الدنيا، وانت محاصر باخبار الاهلي والزمالك، وانت في زحمه الحياه، اوعى تنسى الارض المقدسه، اوعى تنسى رسالتك في الحياه، اوعى تنسوا المهمه المقدسه، تحرير الارض المقدسه، اوعى تنسوا اول اولويه للامه الوقت وهي تحرير فلسطين، اوعى تنسوا الارض اللي الانبياء رواها بدمهم. لو في يوم من الايام اليهود جم ضربونا في بلادنا وحرقوا اطفالنا وذبحونا ورموا علينا القنابل بالاسلحه الامريكانيه، اوعوا تنسوا ان في ارض تانية لينا اغلى من ارضنا، اغلى عند الله وعند رسول الله في الاسلام. اوعوا تنسوا الارض المقدسه. لو بعد ايام وبعد شهور وبعد سنين دم 5000 شهيد اتنسم وبردم وجثثهم اتنست تحت تراب الارض المقدسه، لو الكل باع اوعوا تبيعوا، لو الكل خان اوعوا تخونوا، لو الكل تواطئ اوعوا تكونوا من المتواطئين.
فلسطين. لو كل نساء اوعوا تنسوا الارض المقدسه، اوعوا تنسوا ارضنا، اوعوا تنسوا بيت المقدس. لو مرت الايام وجالك العريس اللي مستنياه واتجوزتي وخلفتي وبقى عندك عيال، اوعي تنسي تفكري عيالك، اوعي تنسي تزرعي في قلوب عيالك ان في مهمه وراهم هي رساله حياتهم، تحرير الارض المقدسه. لو مرت الايام واتخرجت واشتغلت ورحت عقد عمل هنا ولا هنا، اوعى تنسى وكل جنيه بتكسبه في جيبك انك انت عليك حق الارض المقدسه. لو مرت الايام وجت لحظه الموت ونمت على فراش الاحتضار وتنزل ملك الموت، اوعى تنسى في الوصيه اللي هتوصيها لاولادك واحفادك ان عندنا ارض اتروت بدم الانبياء ودم الشهداء، والارض دي هي رساله حياتنا ان احنا نحررها. اوعوا تنسوا يا جماعه، انا جاي النهارده اوصيكم في اخر درس في هذه السلسله، اوعوا تنسوا فلسطين، اوعي تنسي ارض المعجزات. المعجزات فلسطين يا جماعه، فلسطين ارض المعجزات، ارض الكرامات، ارض المعجزات. ما حبست الشمس على بشر قط نهائيا الا على يوشع بن نون. ليه يا رسول الله؟ ليالي سار الى بيت المقدس. المعجزات بتيجي لما بنروح نحرر فلسطين. معجزه وقوف الشمس حصلت في فلسطين، معجزه نطق الحجر اخر الزمان، لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود فينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعالى فاقتل. الحجر والشجر بيكرهوا اليهود. المعجزه دي هتحصل على ارض فلسطين يا جماعه. معجزة ولادة عيسى من غير أب في بيت المقدس، معجزة نطق عيسى في المهد في بيت المقدس، معجزة نزول المائدة في السماء في سورة المائدة في بيت المقدس، معجزة رفع عيسى للسماء في بيت المقدس، معجزة رفع سيدنا محمد للمعراج من بيت المقدس، معجزة الإسراء والمعراج كان مكان بيت المقدس، معجزة تبشير سيدنا زكريا بيحيى بدون أي أسباب، مستحيل كان يخلف وهو في السن ده ومراته في السن ده، والحالة الطبية زي الموصوفة في أول سورة مريم كانت في بيت المقدس. ارض المعجزات، ارض المقبره يا جماعه. اليهود مقبرتهم في فلسطين، مش الرسول عليه السلام قال لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود؟ مقبره اليهود جم عشان مقبرتهم. مقبره المسيح الدجال في فلسطين عند باب اللد، لما يجي يحاول يدخل فلسطين من باب اللد وحرام عليه يدخل اي الحرم المكي وارض فلسطين والبيت المقدس فيقتله المسيح ابن مريم عند باب اللد اللي هو عنده مطار الوقتي او جنبه مطار الوقت من مطارات اليهود، مكان في فلسطين اسمه اللد يا جماعه. يعني نهايه احداث العالم في بيت المقدس. ياجوج وماجوج لما يخرجوا ويجتاحوا البشريه نهايتهم عند جبل الخمر، عند جبل بيت المقدس في فلسطين في بيت المقدس. نهايتهم لما ربنا يرسل عليهم النغف ويقتلهم سبحانه وتعالى. نهايتهم في بيت المقدس. مقبره ياجوج وماجوج، مقبره اليهود، مقبره المسيح الدجال، وكذلك مقبره اطهر دماء في الارض. دماء زكريا سالت على بيت المقدس، دماء يحيى سالت على بيت المقدس، قبر سيدنا ابراهيم هاجر لبيت المقدس وعلى الراجح ما قبره هناك، قبر سيدنا موسى بينه وبين الارض المقدسه رميه بحجر واحده. قبور الانبياء هناك يا جماعه، قبور الانبياء هناك. ارض مقبره فيها اطهر دماء سالت على وجه الارض وفيها نهايه اكبر اعداء لله في الارض. فلسطين ارض الدم اللي سال عليها دم الانبياء واتروت بدمهم. ارض الطائفه المنصوره اللي لا تزال فيها طائفه منصوره من الله لا يضرهم من خذلهم زي مجاهدي غزه بالظبط يا جماعه. فلسطين ارض بدايه العالم ونهايته، بدايه العالم ونهايته. لما سيدنا ادم نزل على وجه الارض عمل حاجتين: بنى الكعبه في مكه، وبعد كده بعدها ب40 سنه راح بنى المسجد الاقصى. يعني اول بلدين لهم تاريخ في الكره الارضيه مكه وفلسطين. قبل ما مصر يبقى لها تاريخ، قبل ما العراق يبقى لها تاريخ، قبل ما اي دوله في الدنيا يبقى لها تاريخ، دول اول تاريخ العالم وبدايته مع بدايه سيدنا ادم. والنهايه الرسول عليه السلام بيخبرنا ان ارض المحشر والمنشر الشام والارض المقدسه. الارض المقدسه يعني انت هتبعث هناك، يعني انت هتحشر على هناك بعد ما تبعث. يحشر الناس راجلين وراكبين ويحشرون على وجوههم ها هنا. اشار رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه الشام وتجاه الارض المقدسه عليه الصلاه والسلام. يا جماعه بدايه العالم ونهايته بتبدا في فلسطين. العالم بيبتدي في فلسطين وبينتهي هناك في الارض المقدسه. ارض الكرامات والحسنات. انت تعرف ان في حديث حسنه الشيخ شعيب الارناؤوط مروي عن ام حكيم، الحديث ان من احرم من بيت المقدس من المسجد الاقصى لمكه للكعبه، يعني احرم من المسجد الاقصى، غفر له ما تقدم من ذنبه. وابن عمر طبق الحديث ده، وسيدنا معاذ بن جبل طبق الحديث ده. انت تعرف ان الصلاه فيه ب 250 صلاه، هو مش ب 500، لا ده احنا
حديث ضعيف. 250 صلاه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس. انت تعرف ان مفيش غير 3 مساجد على وجه الارض تشد لها الرحال، الحرمين وبيت المقدس المسجد الاقصى. انت تعرف ان سيدنا سليمان يوم ما بناه مره اخرى دعا ربنا ان من صلى فيه غفر له ما تقدم من ذنبه. كان ابن عمر بيروح ما يرضاش يشرب بق ميه هناك عشان يبقى راح للصلاه بس فيه عشان ينال بركه هذا الحديث. انت وانت بتصلي هناك الملائكه بترفرف عليك باجنحتها، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشام اللي هي فلسطين وسوريا تظلها الملائكه باجنحتها. انت تعرف ان مفيش موضع هناك مفيش نبي صلى عليه. ابن عمر بيقول الاثر الخطير: بيت المقدس بناه الانبياء وعمروه وما من موضع شبر فيه، ما من موضع شبر يا امه محمد الا وسجد عليه نبي او قام عليه ملك. اعظم صلاه جماعه في التاريخ كلها تمت في بيت المقدس. ربنا لما اختار مسجد سيدنا محمد يبقى الامام والانبياء واعظم ملائكه السماوات يبقى هم المصلين في الصفوف، اختار بيت المقدس. احنا بنتكلم عن ايه؟ ازاي تنسي البيت ده؟ ازاي تنسى الاقصى؟ ازاي تنسى بيت المقدس؟ اوعوا تنسوا يا جماعه، اوعوا تنسوا. النبي عليه الصلاه والسلام قال: من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شهيدا او شفيعا يوم القيامه. بشرى يا اهل غزه، يا اللي صابرين على الشده اللي هناك، يا اللي صابرين على لأواء الارض المقدسه، رسول الله شفيعكم يوم القيامه. بشرى يا كل واحد عايز تهاجر للارض المقدسه، رسول الله شفيعك يوم القيامه. تخيلوا يا جماعه ازاي ننساها؟ اوعوا تنسوا يا جماعه، اوعى تنسى مهما مرت الايام. لو الكل باع اوعى تبيع، لو الكل خان وتواطئ اوعى تخون وتتواطئ. اوعوا تنسوا فلسطين، المهمه المقدسه بتاعتنا، الهولي ميشن بتاعت امه محمد، المهمه المقدسه بتاعت امه محمد، الاولويه الاولى في اجنده الجهاد بتاع امه محمد، الاولويه الاولى في حياتنا والهدف الاول في حياتنا ان احنا نروح ونصلي هناك. الرسول بيقول: من اهدى زيتا الى بيت المقدس كان كمن صلى فيه. الوقت العرب بيهدوا الزيت بتاعهم والبترول بتاعهم بس لليهود مش للفلسطينيين. الارض المقدسه القبله بتاعتنا اللي قعدنا 5 سنين نتوجه ليها قبل الكعبه يا جماعه، القبله اللي كنا لما نحب نتوجه لله بنبص ناحيتها. تخيلوا يا اخواني ننسى فلسطين ازاي؟ انا مش عايز حد يتسرب اليه الياس، مش عايز حد يقنط ابدا. الوقت يا جماعه الازمه دي صحت الدنيا كلها. لغايه النهارده بعد اسبوعين من الدك لسه بيضربوا الصواريخ على اليهود، بيوقعوا طيارات. منين جابوها؟ منين؟ صمود ازهر العالم. حماس اللي الدبابات عندها صفر، البوارج الحربيه صفر، الصواريخ المضاده للطائرات صفر. حماس يا جماعه اللي ما عندها السلاح منين بتجيب الطاقه دي كلها؟ واحد من غزه بيتصل النهارده بيقول دول دكنهم هناك، طحنينهم هناك، المجاهدين الاسلاميين طحنين اليهود هناك. بيقولوا تصدقوا الاعلام بيخبي حاجات كتير جدا من انتصارات الاسلام هناك. اوعوا يا جماعه الناس اللي بدات تيأس. عجب ربنا من قنوط عباده، حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السلسله الصحيحه. عجب ربنا من قنوط عباده لعلمه بتعجيل الفرج. ربنا عالم ان الفرج جاي اهو، والناس بدات تقول احنا بندعي ليه وفين صبرت؟ ربنا يعلم الفرج نازل. عجب ربنا من قنوط عباده. تركيا البلد اللي كانت زعيمه الخلافه الاسلاميه ونست دورها، واتاتورك العلماني الكافر المرتد جه وطمس هويه الاسلام هناك. يجي النهارده حكام تركيا قاعدين يلفوا العالم عشان قضيه فلسطين. القضيه صحت الامه، رجعت الامه لهويتها. القضيه الاطباء اللي بيدخلوا هناك دي يوم ورا يوم على المعابر عشان يروحوا غزه يعالجوا هناك، معظمهم اطباء ممكن احنا عارفين ناس منهم مش ملتزمين اصلا، ولكن صحت الايمان جواهم. القضيه صحت الايمان في الامه يا جماعه. ايه يعني انتوا عارفين قتلوا لغايه دلوقتي كام؟ 250 طفل و250 كبير وامراه، ومجروح لغايه دلوقتي 2000 طفل من ال 4100 جريح. طب الاطفال النسبه العاليه، انتوا عارفين يا جماعه مش عارفين يقتلوا اصلا المجاهدين، مش عارفين يقتلهم. هدموا 16 مسجد ولكن المصلين زي ما هم اسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. ايه يعني يا جماعه هم بيقتلونا؟ كل دي شهاده لله سبحانه وتعالى وتضحيه ودم بنطهر به الارض اللي اتدنست بذنوبنا وبركس اليهود. ولكن سبحان الملك الجليل، سبحان الله العظيم، مش عارفين يقضوا علينا. الوقت القصف اليهودي بقى جنوني، ما هماش عارفين يضربوا فين ليه، ما هماش عارفين يعملوا ايه. خلاص بعد كده العالم كله قام عليهم. اسبانيا فيها مظاهره النهارده 400,000 واحد مش مسلمين اصلا قايمين يتحركوا. احكام ان مجرمي حرب بتقول مارت وبراك انهم مجرمي حرب، وبقى في دول اوروبيه ما عادش ينفع يدخلوها، لو دخلوها يعتقلوا ويحاكموا كمجرمي حرب ويتحبسوا هناك. يعني العالم بيتحرك، الدنيا بتقوم، الامه بتترابط تاني، الامه بترجع
بترجع لترابطها تاني، الناس بترجع لدينها. مين اللي قال يا جماعه ان الازمه ديت كان اول ما اليهود دخلوا قالوا احنا هدفنا ندمر التيار الاسلامي هناك، شويه هدفنا نحتل غزه، شويه هدفنا نحاصر غزه، شويه هدفنا نتوغل، وشويه الوقت بيتفاوضوا عشان عدم ضرب صواريخ عليهم. سبحان الملك الجليل. الله ينصر من يشاء، ان تنصروا الله ينصركم. متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب. الايه اللي انا عايز اقولها لكم النهارده، ان الارض لله، ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. العاقبه لمين؟ للمتقين. العاقبه مش للقوانين، العاقبه مش للسفاحين، العاقبه مش لسفاك الدماء، العاقبه مش للخونه، العاقبه مش للمتواطئين، العاقبه مش للي باعوا القضيه واشتروا الحياه الدنيا، العاقبه للمتقين. يا جماعه عايزين نبقى مع المتقين. انا عايزك تقوم، انا عايزكم تقوموا يا جماعه. ما عادش في وقت يا جماعه، ما عادش في وقت. احنا خايفين من اليهود، المنافقين والضلال بتوع الامه دول دمرونا اكتر من اليهود. اللي سفينه السلام 98 اتقتل فيها كام؟ اتقتل فيها اكتر من 1000 واحد في ساعه. احنا بقالنا اسبوعين بنتضرب بجميع الاسلحه المحرمه والغير محرمه دوليا وما اتقتلش 1000 واحد مننا. يعني واحد بس قتل اكتر من 1000 واحد في ساعه، واحد من بني جلدتنا واسمه مسلم. يا اخواني يا جماعه، الراجل اللي دخل المبيدات المسرطنه وكان هيسمم 80 مليون مسلم مصري، وكان هيجيب سرطان ل 80 مليون مسلم مصري، الراجل ده واحد من بني جلدتنا، كان هيقضي علينا اكتر ما اليهود يقضوا علينا. سبحان الله العظيم. قومي. ابو بكر يوم ما اسلم على ايده 6 من المبشرين بالجنه، 6 منهم ما كانش معاه غير اقرا باسم ربك الذي خلق. قوم اتحرك، قوموا اعملوا حاجه يا جماعه. اليهود بيضربونا بنوعين من القنابل. النوع الاول قنابل بتقتل الابدان والاجساد وتمزق الدم، النوع الثاني قنابل بتقتل الايمان وتثير الشهوات. يا جماعه ممكن واحد اطرافه الاربعه اتقطعت ويدخل الجنه، ولكن واحد ايمانه مات في قلبه هيدخل الجنه ازاي؟ عايزين نقوم يا جماعه، عايزين نتحرك. انا حاسس ان كتير من اللي قاعدين قدامي عاملين زي الواحد اول ما التزم اول الكليه وهو قاعد صراع رهيب جواه، لما بيشوف احوال الامه ويسمع عن الاخره والجنه والنار ويشوف احوال الامه واللي بيحصل فيها، صراع رهيب ما بين الدنيا جوه قلبه وما بين الدين. افصل لديني واشتغل لديني واقوم واتحرك، ولا الدنيا وهم الدنيا؟ طب والدراسه؟ طب والامتحانات؟ طب واعمل ايه؟ فاضل الواحد في الصراع ده ما تحركش خطوه في الدين ولا تقدم، ولا ربنا سبحانه وتعالى مكن لك في دينك غير بعد ما الواحد فصل لدينه. قوم يا ابني. امه محمد مش الامه اللي بتضيع زهرة عمر شبابها عشان ورقه تتعلق على الحيطه. ابو بكر وعمر لو كان كل همهم شهادات كان ابو بكر وعمر الدين ما خرجش بره بيوتهم. يا جماعه قوموا يا جماعه، عايزين نتحرر من الاوثان اللي فرضوها علينا، عايزين نحطم الاوثان اللي احنا عايشين فيها، عايزين نبطل الاوثان اللي احنا عدنا بنعبدها من دون الله. يا جماعه احنا ورانا مهمه مقدسه، ورانا هولي ميشن. ايه رايكم؟ لو يعني في شباب بيحبوا الاسماء يا الهي يا ربي، اوعوا تنسوا فلسطين، اوعوا تنسوا الارض المقدسه. قوموا يا جماعه، قوموا. صمود اهل غزه في نهايه السلسله بقول لاهل غزه ربنا يبارك فيكم، اذهلتونا والله العظيم، اذهلتونا، حسستونا ان احنا حقراء قدام نفسنا. بقول لاهل غزه ربنا يبارك في صمودكم وثباتكم وتعاطفكم ووقوفكم مع قضيه الاسلام. بقول لكم بعد ما قلت لكم جزء من فضائل الارض المقدسه، ارض المعجزات، ارض الكرامات والصلاه والعمره فيها والعمره والاحرام منها بكام، ارض بدايه العالم ونهايته، ارض الدم، ارض مقبره اقذر ناس في الارض ومقبره اطهر دماء في الارض. بعد ما قلت لكم فضائل فلسطين، لو احنا سيبناها ربنا مش هيسيبها والله العظيم ابدا. شوفوا مقامها عند ربنا ايه. بقول لليهود يا مجانين، للامريكان يا مجانين، لو ظنيتم ان احنا هنسيب الارض دي ونفرط فيها تبقوا مجانين. بقول لكم قوموا، وراكم مهمه مقدسه، اوعوا تنسوا فلسطين، اوعوا تنسوا الارض المقدسه. ونهايه ان الارض لله، ان الارض لله. لو ما خرجناش من السلسله دي غير بالايه دي بس طبقناها صح وفهمناها صح وعشنا معاها صح، ان الارض لله، العالم كله ملك الله، يورثها من يشاء من عباده. كلمه عباده دي كلمه السر، زي في حديث قتل اليهود اخر الزمان، فينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي تعالى فاقتل. يا عبد الله كلمه السر، يا اللي حققت العبوديه لله، يا اللي عايش عبد لله، يا اللي بتعبد ربنا ليل نهار، تعالى انت اللي هنطق من اجلك، انت اللي الحجر والشجر هينطق من اجلك. ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه
والعاقبة للمتقين. كل المتواطئين اللي احنا شايفينهم والقوادين والمتخاذلين واللي خانوا القضية واللي باعوها واللي باعوا فلسطين واللي باعوا مقدسات الأمة، كل دول العاقبة عليهم هيدسوا بالجزم بكرة. مزبلة التاريخ مش هيتحطوا فيها أصلا، ولا حتى مزبلة التاريخ. ولكن المتقين يا أمة محمد، يا فرسان الأقصى، يا اللي كل حلم حياتكم تحرير بيت المقدس، هم دول اللي لهم العاقبة ولهم التمكين بإذن الله. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم اصطفينا جندا من جنودك المخلصين، اللهم افتح على أيدينا، اللهم افتح العالم على أيدينا، اللهم افتح قلوب الملايين على أيدينا يا رب. اهد المسلمين واهد غير المسلمين يا أرحم الراحمين كما هديت المسلمين. اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم طهر بيت المقدس، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم أيدهم، اللهم انصرهم، اللهم ائت القوم الظالمين، اللهم هد أركان بنيان اليهود يا رب العالمين. يا رب انصرنا يا رب، يا رب اشف صدور قوم مؤمنين يا رب. اصطنعنا لنفسك، اصنعنا على عينك، اخترنا لنصرة دينك. اللهم اخرج منا دعاة وداعيات وعلماء وعالمات وعباد وعابدات ومجاهدين ومجاهدات برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بإذن الله سبحانه وتعالى احتمال يبقى في مشروع كبير جدا إن شاء الله نعمله مع بعض، ولكن لا نزال بنحاول إن احنا نرتبه بإذن الله سبحانه وتعالى من أجل إخواننا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير. يا أهل غزة لا تدعوا سوى الله، فالله حي مغيث